بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الغاليين، طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة الحلقة معانا بتتكلم عن بنك أسئلة للدرس الثالث. يلا جهز نفسك يا بطل وسجل معايا الحلقة الجميلة دهيت وجاوب معايا سؤال بسؤال. بيقول لي إيه؟ جميع جزيئات العناصر أحادية الذرة. طبعا العبارة خاطئة. ليه يا مستر؟ لأن عندنا أحادية وثنائية وإيه كمان؟ برافو عليك، وعديدة الذرات. تكون المركب NaBr من اتحاد فلزيين. ستوب، اقف. فلزيين ايه؟ ده الصوديوم فلز، البي ار لا فلز، يبقى العبارة خطأ من غير ما اكمل. الهيليوم من الغازات القابلة للاشتعال. طبعا عبارة خاطئة. بعض مياه الأنهار تغطى في فصل الشتاء بالثلج، وهذا معناه إن كثافة الثلج أكبر. لا، ده أنا وأنا بقرأ لازم أركز. طبعا خطأ لأنه بيكون أقل. يعتبر حمض الكبريتيك H2O والCO4 من المركبات العضوية. طبعا قلنا شرط أساسي إن مركب عضوي لازم يكون فيه ذرة الكربون. عدد العناصر يساوي عدد الذرات في جزيء هيدروكسيد الصوديوم. تعال نشوف كده يا شطار. طبعا هي العبارة هنا ايه؟ صحيحة. طب انا عرفت ازاي يا استاذ؟ بص يا غالي، انا عندي هنا كم عنصر؟ ادي صوديوم، اكسجين، هيدروجين. يبقى انا كده عندي 3 عناصر. جميل. طب كم ذرة؟ الصوديوم واحد، الاكسجين واحد، الاتش ايه واحد. ودايما الواحد لا ايه يكتب، يبقى 3 ذرات. يبقى اذا عدد العناصر يساوي عدد الذرات، فالعبارة صحيحة. يوصل السيليكون الكهرباء بدرجة أعلى من توصيل النحاس. طبعا عبارة خاطئة لأن هو شبه فلز. سبيكة الألمنيوم والتيتانيوم تحتفظ بمتانتها في درجة الحرارة المرتفعة. طبعا العبارة دي صحيحة. السؤال اللي بعده، يعتبر الماء المالح من المخاليط غير المتجانسة. طبعا خطأ. عند تقليم ملح الطعام والرمل في الماء يتكون خليط متجانس. عبارة خاطئة. اختلاف كثافة المواد تعتبر خاصية كيميائية. طبعا خطأ. فيزيائية. انصهار الجليد يمثل تغير كيميائي. طبعا خطأ. ده بيمثل، برافو عليك، تغير فيزيائي. السؤال اللي بعده، يعتبر الميثان من المركبات غير العضوية. طبعا عبارة خاطئة من المركبات العضوية. يمكن فصل العناصر المكونة للماء عن طريق التبخير. طبعا العبارة دي يا شطار خاطئة، ولكن يمكن عن طريق التحليل الكهربي. جميل. السؤال اللي بعده، يستخدم غاز الأكسجين في ملء المناطيد لأنه أقل كثافة من الهواء. طبعا خطأ. عندنا مين يا شطار؟ الهيليوم. الخواص الفيزيائية تظهر عند حدوث تغير في شكل وتركيب المادة. طبعا غلط. ده الكيميائي. يعتبر جزيء الزئبق من المواد النقية. عبارة صحيحة. تصنع سبيكة الستانلس ستايل من عنصر الحديد فقط. طبعا عبارة خاطئة لأنه بيكون مضاف إليه بعض العناصر. السؤال الثاني، أكمل نركز مع بعض. ممكن تاخدها سكرين وتبدأ تحل، أو أنت معاك المذكرة حضرتك طبعا بتحل السؤال وبتراجع معايا الإجابات. بيقول لي إيه؟ مسحوق الطباشير في الماء يعتبر مخلوط. طبعا أيوه مخلوط، يبقى مخلوط إيه؟ غير متجانس. بينما محلول الخل طبعا متجانس. برافو. طيب، جزيء الأكسجين من أمثلة الجزيئات عناصر. صح، اللي هي ثنائية الذرة. بينما الميثان من جزيئات المركبات لأنه عنصرين مختلفين. يدخل الهواء في تركيب مادة الأيروجل بنسبة، برافو عليك، 99.8 من عشرة. لذلك تعتبر مادة إيه يا شطار؟ منخفضة الكثافة. تمام. الغاز المستخدم في ملء الإطارات. طبعا عندنا غاز نيتروجين. تمام، نيتروجين، ورمزه الكيميائي N2. بيقول لي يتكون جزيء نقط من نوع واحد من الذرات. طبعا جزيء مين يا شطار؟ العنصر. يتكون جزيء نقط من نوع واحد من الذرات. جزيء، برافو عليك، العنصر. يمكن فصل مكونات المخاليط المتجانسة عن طريق التبخير والتكثف. برافو عليه. اختلاف لزوجة الماء عن لزوجة الجليسرين يعتبر من الخواص الفيزيائية. اختلاف لون الراصد عند وضع كاشف على محلولين مختلفين يعتبر خاصية. برافو عليك، كيميائية. يعتبر جزيء عنصر
الأكسجين من الجزيئات نقط الذرات. برافو عليك، الجزيئات العناصر للذرات. تمام، أو الجزيئات العناصر الثنائية، أو جزيئات عناصر ثنائية الذرات. تمام كده، يبقى ممكن نزودها بثنائية الذرات. يعبر عن المركب الكيميائي بصيغة مختصرة تعرف باسم. برافو عليك، الصيغة الجزيئية. يعتبر اختلاف كثافة الفلين عن كثافة الحديد خاصية فيزيائية. تستخدم سبيكة نقط في صناعة هياكل الطائرات. برافو عليك، الألمنيوم والتيتانيوم. طبعا لأنهم شطار من المعادن اللي هي الخفيفة. بينما تستخدم سبيكة الستانلس ستايل في صناعة أواني الطهي. أواني الطهي. جميل جدا. خش على السؤال اللي بعده 13. بيقول لي المواد التي لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية تعرف باسم المواد. ممتاز، المواد النقية. جميل. يتم فصل المخاليط بطريقة الترشيح. طبعا يبقى المخاليط اللي هي غير متجانسة. يمكن فصل نقط بطرق كيميائية فقط، اللي هي المواد نقية. ممتاز. بينما يمكن فصل نقط بطرق فيزيائية، يبقى ممكن نتكلم عن المخاليط. الخواص نقط يمكن قياسها وملاحظتها. طبعا خواص فيزيائية. بينما الخواص لا تظهر إلا عند حدوث تفاعل كيميائي، يبقى الخواص الكيميائية. طبعا كل دي يا شطار أسئلة مهمة جدا شاملة درس الدرس الثالث. طب تعالى ركز بقى معايا في السؤال اللي جاي وبيقول لي اكتب المصطلح العلمي. مادة نقية تتكون نتيجة الاتحاد الكيميائي بين عنصرين أو أكثر بنسبة كتلية ثابتة. طبعا يبقى ده تعريف مين؟ المركب. صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد الذرات المكونة للجزيء. برافو عليك، يبقى صيغة جزيئية. جميل. تعالى بقى السؤال اللي بعده. شبه فلز يوصل للكهرباء بدرجة أقل من الفلزات وأكبر من اللافلزات. يبقى أنا كده بتكلم عن مين يا شطار؟ سيليكون. ممتاز. طيب، سبيكة مصنوعة من الحديد المضاف إليه بعض العناصر وغير قابلة للصدى. طبعا كلنا قلنا الستانلس. برافو عليك، ستايل. جميل. بيقول لي مخاليط يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة ويتم فصلها بطريقة الترشيح. يبقى المخاليط غير متجانسة. برافو. أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية. يبقى أنا كده بتكلم عن مين؟ العنصر. غاز خامل كثافته أقل من كثافة الهواء وغير قابل للاشتعال. يبقى فعلا الهيليوم. غاز لا فلز. لا فلز يقاوم التغير في درجات الحرارة وتملأ به إطارات السيارات. يبقى أنا بتكلم عن غاز النيتروجين. مواد يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائية. يبقى أنا كده بتكلم عن حاجة اسمها مخاليط. الخواص التي تظهر عند حدوث تفاعل كيميائي تؤدي إلى تغير شكل وتركيب المادة. يبقى الخواص الكيميائية. ركز معايا يا بطل، وصلنا للسؤال الرابع. بيقول السؤال الرابع؟ اختر أي مما يلي لا يمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائية أو كيميائية. هدور على العنصر اللي موجود، يبقى الكالسيوم. ممتاز. أي العبارات التالية تصف المخلوط وصفا دقيقا؟ مادة تتكون من نوع واحد من الذرات. لا. لا يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائية ولا كيميائية. طبعا لا. يمكن فصل مكوناتها بطرق كيميائية فقط. طبعا لا. يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائية. يبقى هي دي العبارة الصحيحة. أي مما يلي ليس من الخصائص التي تميز غاز الهيليوم. بيقول لي خد بالك، ليس. ليس يعني مش تبع الهيليوم. غاز خامل لا يتفاعل في الظروف العادية. طبعا دي فعلا من صفات أو من مميزات الهيليوم. أكبر كثافة. إيه ده؟ لا لا لا، ده هو أقل كثافة. طب يبقى هي دي الخطأ اللي عندي، أو ليس من خصائصه. أقل كثافة صح. غير قابل للاشتعال صح. يبقى هو بيسألني بيقول لي ليس. يبقى هي دي الإجابة الصح. الصح. برافو عليه.
كل مما يلي من الخواص الفيزيائية لقطعة من كربونات الكالسيوم. ناخد بالنا يا شطار، لكربونات الكالسيوم CO3 عدا إنها ما عدا برضو صلبة، لا تذوب في الماء، بيضاء اللون، تكون فقاعات غازية مع الخل. يا ترى هتبقى إيه؟ خد بالك يا غالي، فعلا هو أبيض ولا تذوب وصلبة، بس بيقول لي خواص فيزيائية، يبقى تكون فقاعات غازية مع مين يا شطار؟ مع الخل اللي هو طبعا هيطلع لي ثاني أكسيد الكربون. 5. الصيغة الكيميائية لمركب النشادر المكون من ذرة النيتروجين وثلاثة ذرات من الهيدروجين. عاوز ايه الصيغة الكيميائية؟ يلا يا شطار، عندنا الصيغة الكيميائية يبقى NH3. برافو عليك. ب. يمكن فصل مركب نقط بواسطة جهاز فولتامتر هوفمان إلى عناصره. طبعا فصل مركب الماء إلى عنصرين اللي هو الهيدروجين والأكسجين. السؤال 7. يمكن التمييز عن طريق الرائحة بين، برافو عليك، يبقى ايه يا مستر؟ برافو، العطر والخل. يمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين حديد ونحاس. ما هو الاتنين زي بعض يا مستر، تمام؟ يعني ده موصل وده موصل. المطاط والبلاستيك ايه ده؟ ما الاتنين مش بيوصلوا يا مستر. ال- الفضة والحديد برضو الاتنين بيوصلوا، يبقى ما ينفعش. خد بالك بقى من السؤال ده يا غالي، لما يجي يقول لي توصيل الكهرباء يبقى لازم مادة بتوصل ومادة ايه مش بتوصل. والسؤال ده مهم وخد بالك عشان بيلخبط. ادينا اتفقنا وقلنا اهو، المادة التي يمكن فصل مكوناتها بطرق فيزيائية تعرف باسم طبعا المخلوط. برافو عليك. يعتبر نقط من الجزيئات العناصر عديدة الذرات. برافو عليك، هيبقى OA3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي جميع ما يلي من الخصائص الفيزيائية للمادة ما عدا طبعا اللون الكثافة درجة الانصهار ايوه. يبقى صدى المعادن اللي بتكون مادة ايه يا شطار؟ مادة جديدة. يمكن التمييز عن طريق اللون بين سكر وملح، الاتنين زي بعض يا مستر. خد بالنا يا شطار، دقيق ونشا برضو الاتنين زي بعض. خد بالك، يبقى هي برافو عليك الحديد ومين والذهب. امال دول عن طريق ايه؟ يبقى الطعم. اما اللون يبقى المعادن زي الحديد وايه مثلا والذهب. أما الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ممكن هنا يبقى الكثافة مثلا. يبقى أنا هنا اخترت مين يا شطار؟ يبقى الحديد والذهب. يعتبر نقط من المخاليط غير المتجانسة. هواء جوي طبعا لا، ماء الشرب لا، الزيت والمية. برافو عليك برافو عليك. الحليب الطبيعي لا، يبقى الإجابة الزيت والماء. جميع ما يلي جزيئات مكونة من نوع واحد من الذرات، تمام، ما عدا نوع واحد. صح صح. يبقى ده مركب اللي هو أول أكسيد الكربون. تمام. 15. أي من المواد التالية يمكن فصل مكوناته بطرق كيميائية؟ خليط من البرادة الحديد مع الرمل، طبعا لأ. سكر مذاب في ماء، أكسيد الزئبق الأحمر أيوه لما أنا هيتسخن هيديني زئبق وأكسجين. يبقى هي دي العبارة الصحيحة. محلول الخل برضو إيه يا شطار؟ لأ. أتمنى إن إحنا نكون راجعنا كويس قوي الدرس الثالث، وانتظرنا إن شاء الله في حلقة جديدة مع الدرس الإيه يا شطار؟ الرابع. وبعد كل التوفيق لطلاب الغاليين، وبالقمة دائما كان معكم أستاذ محمد عسل، معلم أول العلوم والأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.